أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. بهذا المدخل الإيماني القرآني التاريخي الإسلامي الجميل الوطني كذلك، أنا أرحب باسمكم جميعا بالأستاذ حسين عبد الواسع محمد من مدينة ميلبورن في أستراليا. أستاذ حسين، مرحب بك في قناة سلام الإعلامية وفي حلقة في برنامج مع اللغة العربية. تفضل أستاذ حسين. بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ أحمد، مشكور للاستضافة. أحييك وأحيي من خلال هذا اللقاء الإخوة القائمين في قناة السلام، واسم على مسمى، وأنا من محبي ومتابعي هذه القناة الخيرة. فيشرفني أن أطل على مستمعين ومشاهدين قناة السلام، وأشكرك مرة أخرى للاستضافة. جميل جدا أستاذ حسين. طبعا مشاهدينا الكرام، هو رجل ناشط سياسي معروف في الوسط الإسفيري، دائما موجود حيث يوجد الوطن وحيث توجد هذه الهموم اللغوية والثقافية والسياسية. أستاذ حسين، هذه الحلقة رقم 36، ولا أذيع سر مشاهد الكريم إذا ما قلت إنه الأستاذ حسين واحد من الإخوة اللي بيشيدوا بالبرنامج ويقول أهمية هذا البرنامج. يعني هو برنامج هادف مع غيره من البرامج في الشبكة طبعا وفي القناة، فأنا أشكره قدامكم. يعني أستاذ حسين كده، ما هو الإيحاء اللي جاك لما أنا بديت أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائما الإحسان، وأنا تعمدت وسأظل كذلك؟ فلهذه المنظومة والإنشودة ذكريات مع كثير من الإريتريين بالذات، سواء كان في المرتفعات في المنخفضات في كل المناطق يعني. فذكرياتك عن أبدأ بسم الله والرحمن شنو أخ حسين؟ يا سلام، والله لما كنت بتنشد الكلام هذا أنا سرحت بعيد، ورجعت إلى الوطن ورجعت لأيام الطفولة، وحتى قبل ما نروح نذهب للمدارس لما كنا نروح في أسمرة للخلاوي القرآنية، فجاهدين كانوا يعلمونا هذا النشيد وأناشيد أخرى. ففعلا يعني فلفت منك وأشكرك عليها، وأن هذا إحياء للتراث الإسلامي الأريتري في حد ذاته، فله معاني كثيرة لا تتسع ذكره الآن. جميل. أستاذ حسين، على هامش المدخل هذا، تذكر الشيخ اللي قرأت عنه في أسمرة؟ يا سلام، أنا طبعا من يومي حوام، وكنت رعرعت في أماكن كثيرة في أسمرة. نعم. أول شيء في بيت جدي الله يرحمه رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، البيت الكبير، بيت الحاج محمد حسين في قزا برهانو رحمة الله عليه. الله يرحمه ويحسن إليه وجميع موتانا إن شاء الله. أمين إن شاء الله. وبيت جدي البيت الكبير من الوالدة الحاج حامد طاهر في قزاماندا، فكنت أتنقل من قزا برهانو إلى قزاماندا حبشة. فالحمد لله يعني من أسر، وكل زي كل الأسر الإريترية كنت مشبع بإيمانيات، وخاصة هذه المنطقتين قزا برهانو وقزاماندا حبشة، كما تعرف جذورها يمتد إلى آلاف السنين. فالحمد لله، فهذه الطفولة يعني بارك الله فيك. أنا بديت الخلوة في أسمرة، وكان أول شيخ تتلمذت عليه كان شيخ طعوم رحمة الله عليه.
سر هذه التسمية هو يبدو لي كان اسمه شيخ محمد ولا شيخ أحمد أعتقد، لكن اشتهر بشيخ طعوم، والذي درس بشيخ طعوم كانت كأنه هي شهادة أسمراوية لأبناء أسمرة. وطبعا التجلة والتقدير والإكبار لكل الشيوخ. بعد ذلك طبعا ذهبنا إلى غردات، فختمت على الشيخ خليل، وربنا إن شاء الله يحفظه، هو موجود في كسلة. أستاذ حسين عبد الواسع، عشان برضو المشاهد الكريم يتعرف عليك أكثر، فكده حسين عبد الواسع محمد من مواليد أسمرة، كده أدينا سياحة كده عن السيرة الذاتية باختصار كده. بارك الله فيك. أنا كمان فعلا في طفولتي رحت عند الكتاب أو الخلوة بتاعت الشيخ طعوم في غزة. رحمة الله عليه. نعم نعم. وربنا يجزاهم عنا كل خير إن نعم. شاء الله، ويجعل مسواهم الفردوس الأعلى. وفي نفس الوقت برضو في جازاباندا حبشة كنت عند الشيخ مهدي، الله يرحمه ويحسن رحمة الله عليه. جميعا إن شاء الله، ورحمة الله عليهم جميعا إن شاء الله. وفي نفس الوقت وفي سن بعد العاشرة من العمر انتقلنا إلى أخريا، فكنت عند الشيخ نور حسين أخريا أزول. بعدها ما انتقلنا إلى السودان، فلذلك أنا ممكن الآن هذه هي الطفولة. نعم. أنا لجأت إلى السودان في عمر مبكر جدا، والطفولة نقدر نقول ما أتذكر كثير في أسمرة في ذاك العمر إلا أشياء نعم. بسيطة. ولجأنا إلى السودان، وهنالك بدأت أتعرض إلى اللغة العربية بصفة كلغة الشارع. الحمد لله اللغة العربية كانت عندنا في البيت، لكن بصفة يومية وفي الأسواق وفي كل الأماكن بدأنا، كنا مهيئين إلى اللغة العربية، فالحمد لله بدأت أتعلم اللغة العربية. لكن آنذاك لم تسمح لي الظروف أن أنا أروح إلى مدارس سودانية، فرحت إلى مدارس جبهة التحرير الإريترية اللي تديرها من داخل الميدان. ودي من الأشياء اللي لا يمكن الواحد ينساها. في ناس قدمت تضحيات كثيرة، وإحنا نكن لهم كل الاحترام والتضحيات اللي قدموها، ولا بد أن الواحد من الوفاء يذكرها دائما. نعم. هذه هي كانت البداية. وانتقلنا في السودان من كسلة إلى القضارف، فكم سنة القضارف وكم سنة في السودان. وفي عمر مبكر حوالي 15 سنة انتقلنا إلى أرض الكنانة، جمهورية مصر العربية. نعم. نعم. أنا في الحقيقة لم أدرس اللغة العربية في المدارس، لكن هو زي ما تقول اهتمام مني ورثته من أهلي. نعم. البيت له دور كبير طبعا. فأنا في سن مبكر لما تعرضت للغة العربية، فكنت أحب أن أنا أتكلم. حتى أحيانا الكبار لما كانوا يتكلموا في أشياء أن إحنا عشان ما نسمع كانوا يتحدثون باللغة العربية، لكن كنا نسمعها وبعدها لا يعني. ودخلنا جمهورية مصر العربية برضو للأسف دخلت في المدارس الإنجليزية، لكن حبي للغة العربية وشغفي لها كنت دائما زي وزي كل الشباب الأريتريين اللي كانوا هناك. كنا نتصفح مجلات وجرائد، وكنا نتعرض إلى دروس من خلال التلفزيون وإلى آخره. نعم. نعم. اللغة العربية إلى حد ما أنا لست مؤهلا أن أتكلم في اللغة العربية، ولكن ممكن اللي خليني أتأهل حبي وشغفي لهذه اللغة
وأنا من محبيها نعم. من كل شيء. من الناس أنا خاصة يحبوا استماع للغة العربية من أخبارية، والناس اللي يتمتعون بسمع ولي حاسة بالنسبة أنت للشعر. رجل تحب الشعر طبعا. نعم نعم نعم. أنت عارف طبعا نحن الميمية سجلناها في مكتبك. آه. نعم سجلت الميمية، القصيدة الميمية اللي كتبناها قبل 3 سنين، ولك الشكر. وده دليل محبتك ومعزتك للغة العربية، ما في شك يعني. نعم. فدرست في المدارس الإنجليزية، وكانت المدرسة هي طبعا فيكتوريا كوليج، ومشهورة بأن هي كانت من أحسن المدارس في الشرق الأوسط كلها، لدرجة أن أنا أتشرف أن أنا المدرسة هذه تخرج منها الملك حسين وكثار من القادة الموجودين في الدول العربية، وشخصيات مهمة في العالم العربي والإسلامي تخرجوا منها. وشاءت الأقدار أن أنا أدرس فيها، ومدرسة مشهورة جدا جدا. لكن للأسف بالنسبة للغة العربية ما كنت تدرسوها كمادة؟ كمادة كانت موجودة، لكن نحن جينا في عمر متأخر شوي. زي ما تقول أنا زي ما ذكرت آنفا كان عمري حوالي 15 سنة، وأن كل المواد العلمية كانت باللغة الإنجليزية، فلذلك فكانوا يعني يقولوا لنا أنتم معفيين من اللغة العربية. فما كانت إلزامية بالنسبة للغة العربية، لكن أنا من حبي فكنت أجلس في حصص، بعض الحصص، وأحيانا العمر كان شوي وألعاب وإلى آخره، لكن بعض الشيء أنا كنت بجلس في الكلاس وأستمع للأستاذ، وخاصة زي ما تفضلت لما تكون فيها نوع من الشعر أو التاريخ، تاريخ اللغة العربية وهكذا. لكن يعني انت ما كان. عارف استاذ حسين، انا ليش تعمدت انه التقيك في هذا البرنامج مع اللغه العربيه؟ لانه انا والاخ حسين غير انه صله القرابه الموجوده، نحن اصدقاء وزملاء، وما حصل نلتقي ولا نتحدث بهذه اللغه. شويه لما دايرين شويه نخش في جهه السياسه، فنتقرنا شويه يعني، ويرمي لنا شويه انجليزي استاذ حسين. لكن اللغه السائده بيناتنا هي اللغه العربيه. وانا حبيت يعني نقدم للاستاذ حسين نموذج، لانه رجل يحب هذه اللغه ويتعامل بها ويتكلم بها ويعرض بها افكاره، على الرغم انه ما درسها يعني. وانتقل الى بلاد عربيه، مش عشان انتقل لبلاد عربيه هو قاعد يتكلم، ما درس بها. هو درس دراساته الجامعيه كلها باللغه الانجليزيه، ولكن هو الذي الاستاذ حسين يتحدث الينا وكانه رجل درسها. ده دليل على انه هذه اللغه كان لها جذور في بيته وفي مع اصدقائه واسرته وما الى ذلك. استاذ حسين، طيب بعدين الجامعه دخلت وين؟ نعم، انتقلت بعد نعم. الثانوية العامة، انتقلت إلى الأكاديمية العربية للنقل البحري، فدرست في البداية دراسات أساسية هندسة إلكترونية. فيما بعد بكالوريوس اقتصاديات النقل البحري نعم. في الأكاديمية العربية للنقل البحري في الإسكندرية. فبرضو نفس الشيء، الدراسة كانت باللغة الإنجليزية ليس اللغة العربية. نعم. لكن زي ما تفضلت، هو أنا لا أقول أننا يعني إمكانياتي في اللغة العربية أقدر أقول محدودة هي، لكن مجرد اجتهاد وحبي لهذه اللغة وشغفي بيخليني أن أنا أقرأ وأتعامل بهذه اللغة. هذا هو. أستاذ حسين، كده نحن في مقارنة بين اللغتين حسب تجربتك، دارين ناخذ منك شهادة، لكن كده نرجع لفترة الكفاح المسلح وقبل ما تنتقلوا إلى مصر، وأنتم طلبة في المرحلة الابتدائية والإعدادية أعتقد، يعني كانت لكم زيارات للميدان.
في اطار صفوف جبهه التحرير في المناسبات. بالله الواقع لما كنتوا تمشوا الميدان، يعني كنتوا تتحدثوا بشنو؟ اللغه العربيه كانت موجوده مع اللغه التجرينيه؟ يعني كنتوا تحسوا مثلا انه زي ما يدعي كثير من ادعياء هذا الزمان انه اللغه العربيه دي ما لها علاقه بالشعب الاريتري وبتاع وال الشعوبيون المعروفين، يعني تدينا يوميه كده في الميدان يا استاذ حسين وانتم طلبه تمشوا، وشهاده الطالب هي شهاده حقيقيه يعني. لا لا، الكلام هذا مهاترات هو، لكن اللغة العربية لها أساس وفي كل وجدان إريتري، سواء كان مسلم مسيحي أو من أي قومية من القوميات أو من النسيج الاجتماعي الإريتري. ففي المدارس اللي كنا ندرس فيها الابتدائية، كنا من جميع الخلفيات الثقافية والإثنية من المجتمع النسيج الإريتري، فكنا نتحدث باللغة العربية. فبعضا من الناس كانوا من القوميات اللي هي قوميات المرتفعات، قومية التجرينيا، يتحدثون اللغة العربية أكثر منا. لكن حصل انتكاسة للغة العربية في هذا الزمان اللي احنا فيه. للأسف المفروض يكون العكس الصحيح، لأنه احنا نعيش في إريتريا الدولة كدولة في عصر الدولة الإريترية، لكن لأسباب كلنا لا نجهلها حصل نوع من إبعاد اللغة العربية أو إقصاء اللغة العربية كلغة رسمية لإريتريا، أو إلى حد ما إضعافها. لكن في الفترة الأخيرة يبدو لي في نوع من التعديل لهذا المنهج. إنما في الفترة الأولى في الأيام الأولى للاستقلال كانت إلى حد ما، لكن حصل الانتكاسة. فإريتريا اللغة العربية موجودة في إريتريا أثناء الثورة الإريترية وما قبل الثورة الإريترية، وحتى ما قبل الإسلام في إريتريا. فلها جذور عميقة، لا يمكن لأي كان محاولة إبعاد اللغة الإريترية من الوجدان الإريتري. هذا اللغة العربية، اللغة العربية مع غيرها من اللغات طبعا، لكن نحن بنتحدث عن على الأقل اللغتين، العربية والتجرينية. التجرينية وكل اللغات الإريترية هي جزء من كل اللغات، يعني لغة إريترية أصيلة موجودة في إريتريا، ولا يمكن نسمح لأي من اللغات الإريترية أن الواحد يتعرض لها. واللغة العربية من الأسباب اللي أدت إلى الثورة الإريترية في حد ذاتها كمان. دي إشارة مهمة فعلا. وحنرجع لها ثاني أستاذ حسين. أستاذ حسين، داير أقول لك أنا للأكاديمية البحرية في الإسكندرية، وفي فيكتوريا برضو كوليج لما كنت في القاهرة، أليس كذلك؟ في الإسكندرية. في الإسكندرية كلاهما. كان في اليوم الإفريقي. اليوم الإفريقي ده أنتوا كإريتريين كنتوا، ودائما أنت كنت تحدثني عن في ذلك اليوم وأيامنا في أسمرة بعد 91 لحد ما الجماعة خرجونا منها وإياك، يعني كويس. ولنا ذكريات برضو في أسمرة مع المجموعة المتجبرة يعني. فهذا اليوم الإفريقي أنتوا كإريتريين كنتوا تقدموا يعني مشهد إريتري كده، هل كنتوا بتقدموه باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟ ودي ذكريات دايرين نختبرك فيها أستاذ حسين. قبل ما أنتقل إلى جمهورية مصر العربية، سؤال: لما كنا بنروح للميدان مع جبهة التحرير الإريترية، فإحنا كنا بنقضي فترة اللي هي السمر أو الصيف، الصيفية. أيوة، العطلة الصيفية كنا نقضيها هناك في معظم الأحيان. فإحنا كنا يعني زي ما تقول ننتهز الفرصة، فكنا نشارك. أنا كنت أصغرهم تقريبا، وفي إخوة وزملاء يقدروا يتحدثوا في هذا المجال بكثير، لكن كنا ننتهز هذه الفرصة الصيفية، وكنا نشارك في محو الأمية للمقاتلين جبهة التحرير الإريترية. يا سلام. الدراسة كانت باللغة التجرينية واللغة العربية داخل الميدان الإريتري.
تعلم برضو كان في بيت تمرتي مدرسة نعم، مدرسة للطلائع جبهة التحرير الإريترية، كانوا يدرسون اللغة العربية واللغة التجرينية أيضا. كل الأنشطة وكل يعني ما كان في إقصاء لأي لغة من اللغات الإريترية. فهذا هو. فاللغة العربية آنذاك كانت موجودة بقوة زي كل اللغات الإريترية. أما بالنسبة يعني، وأنا للأسف ما تحدثت عن جامعة الإسكندرية، كلية الزراعة في الإسكندرية. يعني عميد كلية الزراعة هناك كان مهتم بالقضية الإريترية. والله أنا أحيانا كنت أقول بعض الإريتريين ما كانوا يهتموا زيه، فالقضية الإريترية كان متبنيها. فعلى ضوء هذا الكلام أنشأ منظمة اسمها أسافة. هي منظمة تعنى بنشر الثقافة الإفريقية. لكن هو لما سئل لماذا أنشأت هذه المنظمة، قال أنشأت هذه يعني المنظمة بالمسمى هذا لخدمة القضية الإريترية. أنا ذاك كانت نعم هذا الرجل له فضل كبير في نشر الوعي في جمهورية مصر العربية، لأنه مصري مش كده؟ نعم. أي نعم. أنا الفترة طالت الآن ما أتذكر اسمه، لكن هو كان عميد. حيا وراحلا. نعم، ربنا يرحمه حيا أو راحلا إن شاء الله. ففعلا الراجل هذا يعني اعتمدت هذه المنظمة في مصر، وسنويا كان في جامعة الإسكندرية كان في جناح إريتريا. واللي كان يفتتحه آنذاك كان مساعد وزير الخارجية المصرية بطرس غالي. فيفتتح الأمين العام السابق. نعم، الأمين العام للأمم المتحدة السابق. نعم. فذاك كان مساعد وزير الخارجية لجمهورية مصر العربية لسنين طويلة طبعا. نعم. حتى الفترة الدراسية حقتنا هناك في مصر. فكان دائما سنويا لما كان يجي عشان يفتتح الاحتفال هذا، كان يعترض على وجود إريتريا كجناح مستقل. يعني كذا مرة سمعته يقول أن إريتريا هي جزء لا يتجزأ من أثيوبيا. كيف حتى كان عنده موقف من الاستفتاء، يعني موقف من الاستفتاء، موقف. لكن شاءت أجبر وسبحان الله. نعم، شاءت الأقدار. يعني من الأشياء اللي أنا أوقف عندها أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يخليه ينظر إلى العالم الإريتري، يسلم الجندي في الأمم المتحدة عشان يعني العالم الإريتري. نعم، لمعالي الوزير أحمد حاج علي فك الله أسره. نعم. فهو في ظرف كده. أيوة. سلموا الأستاذ أحمد حاج علي، سلموا بطرس غالي معالي الوزير، وبطرس غالي سلموا للجندي اللي هو من الحراسة الأمنية بتاعت الأمم المتحدة عشان العالم الإريتري يطلع في السارية. نعم. هذا يعني من الأشياء اللي كان بيذكرك باعتراضاته على الجناح الإريتري. اعتراضاته مش هذا بس، أنا أتذكر برضو نفس الشيء الكلام. أنا مع حماسي في مرة من المرات يعني كنت حأقوم بحماقة لدرجة أن أنا لما سمعته كان في إذاعة. سمعته بيضانك أستاذ حسين؟ سمعته يقول ما هذا؟ إيه ده يا جماعة؟ المرة الأولى ليس كانت في جامعة الإسكندرية، المرة الأولى كانت في بيت العرب، هو طبعا جامعة الدول العربية. ذلك في شارع أحمد حشمت في الزمالك، بيت الأفارقة بنفس نعم. جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. فبيت الأفارقة هناك كان في مناسبة، ذهبت إلى هناك، دعوت إلى هناك وذهبت إلى هناك. بعد الاجتماع هذا الصحفيين كلهم تلموا على بطرس غالي. فواحد من الإذاعات الأثيوبية اللي كانت في مصر
يسألوا عن إريتريا والقضية الإريترية وإلى آخره، وأنا كنت واقف بجانب بطرس غالي، فسألوا وقال له وإيش رأيك في الأوضاع الإريترية هذيك الساعة، الثورة الإريترية في عنفوانها. فقل له ما في حاجة اسمها إريتريا، وأن إريتريا هي جزء لا يتجزأ من أثيوبيا، ونحن لا نسمح أبدا بتفتيت أثيوبيا، والكلام الإنشائي هذا. مع أنه التاريخ المصري ودعمه للقضية الإريترية معروف يعني، لكن نعم. بس أحيانا نعم. ففي السياسة خارجية نعم. نعم. فلذلك أنا كنت هذاك اليوم تحمست عشان أعمل شيء ما، وأنت تذكر قبلنا كانوا شباب، حتى تأسيس الثورة الإريترية كان في مصر، و نعم. يعني فلذلك في نعود إلى العودة إلى اليوم الإفريقي. أيوة. إفريقي. فهو كان دائما يعترض على وجود إريتريا كجناح مستقل عن أثيوبيا، لكن أستاذنا العزيز اللي هو عميد الكلية، كلية الزراعة، قال، أنا أتذكر أحد المرات بطرس غالي يطالبني بإبعاد إريتريا، جناح إريتريا عن سنويا عن حفل، لكن قال يوم ما تبعد يستبعدوا إريتريا من هذا المكان منظمة أسافة منتهية، لأنه الغرض منها هي خدمة إريتريا والقضية الإريترية. فهذا كان تمسكه الراجل هذا. نعم. كانت يعني في مصر العربية الجامعات لها حرمتها ولها وزنها، لدرجة هذه كان يعني زي ما تقول أنه هو كان يواجه مساعد وزير الخارجية. أيوة طبعا. ما حاجة سهلة. نعم. أستاذ حسين، استاذنك نطلع ونخرج في فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدون في قناة سلام الإعلامية وعبر برنامج مع اللغة العربية، أحييكم وأشكركم على المشاهدة، وسنواصل معكم بعد فاصل قصير. وباسمكم جميعا أشكر معالي الأخ العزيز حسين عبد الواسع. لحظات ونعود أستاذنا حسين والمشاهد الكريم. طيب آنساتي سيداتي سادتي، عدنا إليكم والعود أحمد معكم إن شاء الله، ومعكم أخونا حسين عبد الواسع محمد من أستراليا، وهو ضيف هذه الحلقة رقم 36 في برنامج مع اللغة العربية. أستاذ حسين، برحب بك مرة ثانية، ومع الشكر الجزيل لكل ما أفدتنا به من معلومات. نجي الآن لمحور أخير، وهو يعني في وحدين يحاولوا أخ حسين يقول لك اللغة العربية في إريتريا هي مثل أي لغة، يعني هي مجرد تواصل يعني وليس إلا يعني. هذه الأسطوانة دي أنا بحس فيها شيء مبطن سياسيا وثقافيا وحتى دينيا كمان نقدر نقول. فهل في ظنك أن اللغة العربية بعد كل ما قلته هذا أخ حسين، هل هي مجرد تواصل فقط؟ ومجرد تواصل ماذا تعني بالنسبة لك كناشط سياسي ومهتم بهذه اللغة ومدرك لأبعادها؟ أستاذ أحمد، كما ذكرت آنفا، اللغة العربية ما هي اللغة الأمهرية. اللغة الأمهرية قد تكون في إريتريا لغة التواصل، وكانت لغة مؤقتة اللغة الأمهرية، لأنه مجبر أخاك لا بطل، لأن الشعب الإريتري كان أنه هو يعني ليس من إرادته، لكن فرضت عليه أنه يتعلم ويتحدث بها، وأصبحت لغة التواصل ليومنا هذا. لكن اللغة العربية هي جزء من النسيج الإريتري كلغة، لغة الدين، لغة التراث، لغة موجودة في الوجدان الإريتري، يعني لا يمكن فصلها عن الوجدان الإريتري. وهي كانت جزء من التاريخ الإريتري، وجزء من اللي أدت الثورة الإريترية اندلاعها كان بسبب اللغة العربية. وعندما أتى الاستعمار الأثيوبي حاول طمس الهوية العربية يعني
حتى إبعاد اللغة العربية والتجرينيا اللي هما اللغتان الرسميتان اللي كانوا في الدستور الإريتري. نعم 52. نعم في عام 52 موجودة في الدستور الإريتري، فهي جزء من الكيان الإريتري، تاريخ إريتريا بأكمله. فلذلك اللغة العربية هي وجودها قبل تكوين إريتريا نفسها، قبل الإسلام، فلذلك هي جزء من التاريخ الإريتري، يعني جزء من تاريخنا، جزء من وجداننا هي اللغة العربية. فلا يمكن أن الواحد ممكن يعتبرها زي أي لغة أمهرية ولا إنجليزية ولا لغة ثانية، فلذلك هي جزء. نعم جميل. أستاذ حسين، في وحدين طبعا يحاولوا يقيسوا الواقع مما هو عليه الآن، وهذا واقع استثنائي لا يشبه الواقع الإريتري، ولو كان الواقع الإريتري يشبه الشيء الذي ينبغي أن يكون ما كنت أنا والأخ حسين وملايين من البشر من الشعب الإريتري حيث هم موجودون الآن، ولا كان حديثنا ذاته اليوم في شبكة السلام في هذه القضية لو كانت المسألة على شكلها الطبيعي. وعلى الرغم من ذلك أخ حسين، في وحدين يفتكروا أنه يقيسوا اللغة العربية وتراجعها وانتكاستها بالواقع الموجود عليه الآن. ما تفتكر أنه هل هو جهل بالواقع من الناس اللي بيقولوا لك يا أخي اللغة دي ما موجودة، أو هو شكل من الأشكال تلاعب المجموعة الحاكمة وتسريب هذه المعلومة، وبالتالي يا جماعة ما تحلموا بواقع ما موجود؟ فحكاية أنك أنت تحكم على الواقع، تحكم على الحقوق والأساسيات التي ذكرتها حضرتك بالواقع المتردي الموجود الآن واستمراريته وانتشار هذه المفاهيم، خطورتها كيف تراها أخ حسين؟ والله الأسباب تقريبا كلها ذكرتها. البعض يقول الكلام هذا من جهله باللغة العربية وقراءة الواقع الموجود الآن، الواقع المفروض على الإريتريين كلنا. والبعض تقريبا تقدر تقول وصل بالمهانة، وصلت به إلى أن هو يتخلى عنها. لكن للأسف الشديد هذه قليلة، لكن معظم الشعب الإريتري اللغة العربية هي عقد اجتماعي ما بين مكونات الإريترية جمعاء، فلا يمكن شطبها بمحاولات يائسة هنا وهناك. أنا عندما ذكرت آنفا موضوع الانتكاسة كانت لأسباب وسياسات معينة، من ضمنها لغة الأم وما لغة الأم، وهذه موضوع لغة الأم هو حق يراد به الباطل. وكان لهذه الأسباب لتراجع لأدى تراجع اللغة العربية، لكن لا يمكن محوها. ممكن تضعف اللغة العربية كما هي الآن، لكن لا يمكن محوها، أو لأن زي ما ذكرت لها جذور وعقد اجتماعي. والشعب الإريتري لو خير اليوم سوف يكون خياره كما كان خيار الآباء والأجداد أمس، لكن الموضوع الخيار هذا الآن ما هو موجود، أشياء مفروضة عليه. لكن even أو حتى النظام يبدو لي في الفترة الأخيرة أنه هو أدرك استحالة الموضوع، فنحن نرى في إلى حد ما مجموعة من الشباب ونحن نحييهم باستحياء شديد إلى تعديل الحال وإلى آخره. فإحنا هذا لما نشوف شيء إيجابي لابد أن احنا نشيد به، لكن مش هو ده المطلوب. لازم أن هم يتجهوا، هذا هو الاتجاه الصحيح، وهذه هي المكانة للغة العربية في إريتريا. فلذلك لازم
هو شوف أستاذ حسين، ما أقطع حديثك، لكن يعني نحن مجموعة الشبيبة اللي استمعنا لهم مجموعة من أخواننا بناتنا وأبنائنا يحاولوا يتحدثوا باللغة العربية. هذا شيء جيد، لكن كسلطة سياسية أنت تغلق المعاهد وتعتقل الشيوخ والمعلمين والمدارس التي كانت تعمل باللغة العربية. مثال على ذلك الجالية العربية مثلا، اللي خرجت ما خرجت من شعراء ومؤلفين وكتاب وأساتذة وأطباء. وأنت سيد العارفين أستاذ حسين، وتحارب اللغة العربية في الإعلام والثقافة والفلكلور والفن، وكل تجفف كل المنابع، وتجي بعدين في بعد ما نقول يعني خراب مالطة، لكن برضو تعمل فقاعات كده، يعني إنه كأنك أنت قاعد تهتم باللغة العربية. يعني كده حسين، علق لنا في الحتة دي يعني. هذا هو في الاتجاه الصحيح. كان المفروض يحصل من زمان، وفي بداية الاستقلال كنا على هذا الحال، لكن التراجع حصل في الثلاثة عقود اللي فاتوا، والآن يبدو لأنهم أدركوا وأن اللغة العربية لا يمكن محوها من الوجدان الإريتري وكلغة الشارع. وفي ناس عندها مخاوف طبعا من اللغة العربية بأن هي تطمس كل اللغات الإريترية، لكن احنا كإريتريين سوف نحافظ على كل اللغات الإريترية. والبداية احنا لا نتوقع تكون التغيير يكون 180 درجة، ولكن على استحياء زي ما قلت هم يتجهوا قاعدين في الاتجاه الصحيح، ولا بد لنا ان احنا نؤشر ان هذا هو. هذا الاتجاه كافي برأيك؟ لا 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 لا، هي دي كبداية، أنا قاعد أقول كبداية. والتجفيفات والحروب التي حدثت أفسده الدهر. اللغة العربية. أفسده الدهر، فهي كبداية بتدينا إشارة. جميل. وفي نعم. أستاذ حسين، بصراحة شديدة يعني، ما تفتكر إنه المجموعة الحاكمة دي المتسلطة الطغمة إنه حرمت أخواننا المسيحيين، خلينا نتكلم بصراحة يعني، إنه المتمسكين اليوم باللغة العربية في معظمهم هم المسلمين، وليس المسيحيين. برضو أخواننا المسيحيين هم مش يكرهوا هذه اللغة ويحاربوها، لكن هم ضحية لعربدة سياسية. يعني تفتكر أي جريمة يعني ارتكبت بحق الطرف الآخر في الشعب الإريتري وطرف أصيل الأخوة المسيحيين، يعني النظام ده حرمهم من حقهم الطبيعي، حقهم الوطني في تعلم هذه اللغة العربية، وتمسكوا بها المسلمون لأنه بترتبط بأشياء كثيرة ذكرتها حضرتك، ما في داعي لتكرارها. لكن الإخوة المسيحيين بنفس المنظومة الاستعمارية التي كانت في السابق والفوبيا بتاعت اللغة العربية وعلاقتها بالإسلام والمسلمين وهكذا، حرم الأخوة المسيحيين على الرغم من أنه من تعلمها، على الرغم أنه لغة الأديرة والكنائس قبل دخول الإسلام كانت اللغة العربية. فحدثنا كذا عن الجرائم الوطنية التي ارتكبت بحق الطرف الآخر وحرمانه من تعلم هذه اللغة. نعم، كل إريتري حرم من هذه اللغة الجميلة، هذه اللغة العربية. وأخواننا المسيحيين ليس لهم أي اعتراض في تعلم اللغة العربية. زي ما ذكرت لك، كان في معنا الجيل الأول من اللاجئين اللي لجأوا إلى السودان من المرتفعات، فحبهم وشغفهم، وأن هي كانت جزء من لغة الشارع في إريتريا، في أي مدينة إريتريا اللغة العربية كانت متواجدة. فلذلك كانوا يدركون آنذاك أن هي جزء، يعني حتى مدرس في اليونسكو، أنا الفترة طالت نسيت اسمه، كنا احنا ندرس في المدارس بتاعت الجبهة باللغة العربية واللغة التجرينية، وهو كان يدرسنا وكان يرسل أبنائه إلى المدارس العربية، وهو كان من المرتفعات وأستاذ مسيحي. لما سألوه أهله قالوا له: أنت ليش تدرس
أولادك في المدارس السودانية، في حين أنه تدرس الأطفال الإريتريين في مدارس الجبهة وتعلمهم اللغة التجرينية والعربية. ايوه فكان يعكس دور اللغة العربية وفي المستقبل وفي إريتريا وإلى آخره. شوف فهذا كان الانطباع أي إنسان إريتري سواء كان مسلم أو مسيحي. فاللغة لا تتعلق ما هي للإريتريين المسلمين فقط ولا للمسيحيين فقط، فهي موجودة في إريتريا، جزء من تاريخنا، جزء من تراثنا. فاللغة العربية أصيلة في إريتريا، ليس وافدة، لغة وافدة زي اللغة الأمهرية أو غيرها وإلى آخره. فأنا يذكرني أنا وأتحسر عندما رأيت في الفترة الأخيرة في أثيوبيا قنوات تلفزيونية وإذاعات باللغة العربية. فأنا تذكرت أول ما وطأت أقدام هايلة سلاسي إلى إريتريا، أول شيء عمله هو حرق الكتب العربية وقفل المدارس العربية وإلى آخره، وحرمنا من اللغة العربية والتجرينية معا، وأدخل اللغة الأمهرية. فخاصة حارب اللغة العربية بشكل غير عادي هايلة سلاسي، الإمبراطور هايلة سلاسي. والآن شوف الأيام أن أثيوبيا تتسارع في نشر اللغة العربية وإدخال كل بيت اللغة العربية. عرفوا مدى أهمية اللغة العربية. فكان أمس تكميم الأفواه عشان ما تتحدث اللغة العربية في إريتريا، والآن أثيوبيا أدركت قيمة اللغة العربية بالنسبة للاقتصاد وللسياسة، لأشياء كثيرة. هي مصالح البلاد تقاس، يعني علاقات السياسية تحدد بالمصالح. فإن هي اللغة العربية من مصلحة هذه المنطقة، وأثيوبيا هي ودينا أم أبينا جزء من المنطقة هذه وجزء من المنطقة العربية، فلا يمكن تعزل نفسها عن المحيط العربي والإسلامي في هذه المنطقة. وسياسة تكميم الأفواه في إريتريا لا زالت مستمرة، عكس للأسف الشديد الفهم العربي يعني. فللأسف الشديد أن احنا زي ما ذكرت أنا قلت الآن احنا قاعدين نشوف بوادر معينة وأن احنا نشجعها، وهذا هو الطريق السليم. احنا أولى أن الأثيوبيين يعلنوا لدراسة اللغة العربية في الجامعات الأثيوبية، وفي يوم واحد يسجلوا. نشجعها ماذا تعني أستاذ حسين؟ نعم، نشجعها ماذا تعني؟ وعلى أساس أن ينفتحوا على اللغة العربية، وأن اللي حصل التراجع اللي حصل أو الانتكاسة اللي حصلت بالنسبة للغة العربية ما كانت it's not justifiable. عندها مبرراتها، ما عندها أي مبرر. نعم. تعرف أخ حسين، على سبيل المثال زي ما ذكرت حضرتك أن قلت أن الشعب الإريتري ما عنده أي عداء مع هذه اللغة. نحن نتحدث عن طغمة حاكمة عندها هوس في راسه للتشكيل وترتيب البيت الإريتري وهندسته كما يقال بالشكل الذي تراه هي. تعرف أنه في وزارة الإعلام يعني كبير المترجمين في هذه الوزارة، حتى لكل الوزارة بما فيها نحن ذات، كبير المترجمين هو العزيز الزميل والدغش أنا أحييه من هنا. والدغش ده كان هو من مناضلي جبهة التحرير الإريتري، والدغش اليوم هو كبير المترجمين من العربية إلى التجرينية ومن التجرينية إلى العربية، شيخ المترجمين يعني. هذا كان نموذج نحن بنجيبه. الرجل المسيحي ما عنده أي مشكلة مع اللغة العربية، بالعكس يعني هم بيطالبوا بها. وكان زميلنا قرماي في التلفزيون الإريتري وحييه هو في أمريكا الآن، أترجم كذا كتاب يعني من العربية للتجرينية، وترجم من التجرينية إلى العربية يعني. وأذكر فيما أذكر أخونا ساميل قبر أدوناي الشاعر الكبير الموجود في مغر الوزارة، وهو من الزملاء الأعزاء وأنا أحييه من هنا. ساميل قبر أدوناي في يوم من الأيام للوزير براخي قبر سلاس، وأنا أشرت في يوم من الأيام إنه أيام زغر وحانش الأزمة، فقال إنه جامعة أسمرة نحن حنفتح فرع في الجامعة عشان تتحدثوا وتتعلموا اللغة الإنجليزية وكذا. طاقم الوزارة كلها قال له معالي الوزير يا علمونا اللغة العربية. قال له يا أخي بلا إنجليزي بلا إيطالي
احنا قال لهم مش عارفين نفهم واقعنا الموجود الان، زغر حانش بدت وتعبنا زملائنا ترجموا لنا يا جماعه ايش قاعد يقول، قاعد يقول شنو؟ تعبنا الناس، قالوا ذكر عدد من الاسماء. فقال له شينا ما بين مع وهو مقاتل على فكره، علمونا اللغه العربيه، شينا ما بين هذه لغتنا ولغه المنطقه. ما معالي الوزير يعني نايبو يهبوا زي ما يقولوا براخي قبر سلاسه، هو من مجموعه الجي 15. فقال له نعم نحن ندرك هذه المسألة أهميتها وإن شاء الله ما كنا بديناها وبتاع. تخيل وزارة الإعلام لم تنظم دورة منظمة عشان ما تخرج الكادر في وزارة الإعلام، وكانت المسألة متروكة لنفر نفرين ثلاثة. فالشعب الإريتري أنا معك ما عنده أي إشكالية. آسف على الإطالة. أستاذ حسين كده في خواتيم عندك تعليق على الحتة دي؟ أنا عندي تعليق على الكلام اللي النظام ما حارب اللغة العربية لمجرد محاربة وإلى آخره. على الأقل أنا عندي نظرة في الحتة هذه. أيام الاحتكاك لما كان ما بين جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية، النظام كان يشحن مقاتلي الجبهة الشعبية والمحيط اللي كان فيه في إريتريا بأن جبهة التحرير الإريترية هي تابعة لمؤامرات خارجية اللي تأتي من الدول العربية، وهي تحارب لتأسيس أو لتكوين دولة عربية وإلى آخره، وطمس التجرينيا واللغات الأخرى وهكذا. نعم. وهي جبهة التحرير هي بتعمل لتعريب إريتريا وهكذا كان. فالكلام هذا كان يقوم به الإخوة في الجبهة الشعبية. نعم. كثير يتهم جبهة التحرير الإريترية بالعروبة وهكذا. فعندما حررت إريتريا وأصبحت دولة مستقلة، يحتاج هذا الشحن لتفريغه إلى وقت. لو كانوا هم يعني ذهبوا في موضوع اللغة العربية وتدريس اللغة العربية وتعريب أشياء كثيرة في إريتريا، ممكن كان يعمل نوع من الاصطدام يعني ما بين الأمس واليوم. نعم. فلذلك لابد كان أن هم يمشوا بنفس الاتجاه لفترة معينة. والآن يمكن نتمنى أن على الأقل اللغة العربية تساوى باللغات الثانية، ونرجع إلى اللغة العربية والتجرينيا كلغتين رسميتين لإريتريا. وزي ما ذكرت يعني ده اتفاق اجتماعي بين مكونات إريتريا. عقد اجتماعي. نعم، عقد واتفاق يعني. نعم نعم. شكرا لك أستاذ حسين. أستاذ حسين، بما أنك يعني رجل درست باللغة الإنجليزية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، بالله كده يعني ومعرفتك باللغة الإنجليزية ما في شك يعني، ومعرفتك باللغة العربية ما في شك، فبالله أستاذ حسين كده مقارنة بسيطة يعني، أنت لما تتعامل باللغة العربية وتتعامل باللغة الإنجليزية، حتى لمن لا يفهم هذه اللغة أو عنده فيها آراء كده شعوبية وكده، فأين تجد إحساسك أخ حسين؟ حتى كده حتى لو ما أنت إريتري مثلا يعني، فلنفترض ان احنا كلنا كده مارترين دايرين نوري انه قيمه هذه اللغه ومكانتها في حتى في البعد الحضاري والبعد اللغوي وكلغه عالميه. والله يبدو لي ان شهادتي حتكون مجروحه في اللغه العربيه لانه هي جزء مني، جزء من تكويني، وانا احس ان هي ما غريبه علي، وان انا واللغه العربيه جزء لا يتجزأ من بعض. هذا هو إحساسي أنا. فلذلك حبي للغة العربية وشغفي، فشهادتي حتكون مجروحة. لكن إحنا الشهادة دي نسمعها من أناس ليس لهم لا جغرافيا ولا تراثيا ولا دينيا أي علاقة باللغة العربية. لما يشهدوا اللغة العربية، لما يتعلموا بعض الكلمات اللغة العربية، فشهادتهم بتكون أوفى في المجال. فالناس كتار يعني يشهدوا باللغة العربية، لكن أنا أشوفها يكفي أن القرآن الكريم
بلسان عربي مبين. نعم. فهذا ما أقدر أقول أكثر من كده. ما يحتاج إلى توضيح. يحتاج إلى احنا بس توضيح. حبينا شوية إشارات، لأنه هسي الخواجات لما تلاقيهم يسألوك عن لغتك الأم مثلا، اللغة اللي بتتحدث بها بتاع، لما تقول لهم اللغة العربية يعني يقول لك أنت رجل غني ما شاء الله وكده بتاع بلغتهم يعني، ويقول لك أنا رجل فقير بالنسبة لأني ما بعرف اللغة العربية. واللغة العربية كما وصفت حضرتك وهي لغة القرآن، ولو دخلنا في تلافيفه ودهاليزه وكده بتاع، فهي اللغة الشريفة واللغة العالمية الكبرى. لكن أنا حبيت برضو حتى ولو كان شهادتك مجروحة، لكن يعني أهمية التعلق بهذه اللغة العربية ما بيخليك برضو إنسان متخلف وكده كما يدعي كثير من الناس يعني. أدي لك مثال بسيط. كنت أعمل في مستشفى من المستشفيات اللي موجودة، المستشفيات العريقة في ملبورن هنا في أستراليا. فيكتوريا. نعم. نعم. ففي بعض الأحيان كانوا يجون أناس عرب، فكانوا يحتاجون إلى الترجمة وهكذا. واحد من الأصدقاء أو من الزملاء اللي كان يشتغل معي من ألمانيا هو أصلا، فكان يحب اللغة العربية، عنده حب، لكن في سن تأخر شوية، فهو يائس كيف أتعلم اللغة العربية وإلى آخره. فأنا يوم سألته إيش حبك السبب للغة العربية؟ أنت إنسان ألماني وإلى آخره. قال لي أنا عشت فترة في بروناي. ألماني يحب اللغة العربية بحب غير عادي. فقال لي أنا عشت في بروناي، سلطنة بروناي في المملكة، سلطنة بروناي جارة لأستراليا. فقال لي أناس يحبون اللغة العربية بشكل غير عادي، فإحنا بنأخذها كأنها for granted، لأنه هي جزء مننا في بيتنا، في لغة الشارع في إريتريا وإلى آخره، ما ننتبه لها. لكن اللغة هذه لغة جميلة، وحتى اللي يستمع لها أي إنسان يحبها اللغة هذه. فلذلك كان يقول لي إيش اللي يخليك تعيش في أستراليا هنا؟ روح في بروناي باللغة العربية اللي عندك أنت، فتقدر تعيش زي ملك هناك. أنا حببني حتى في بروناي حب للغة. تمشي السلطنة. أنا رحت سلطنة بروناي فعلا. هذا كان من الأسباب اللي خلاني أزور سلطنة بروناي. فأنا قلت شديت الرحال. أنا قد أكون ممكن أنا الوحيد اللي رحت من أستراليا من الجالية الأريترية إلى بروناي، لأن الناس بتروح، كلنا بنروح إلى ماليزيا وإندونيسيا وإلى آخره. لكن أنا قلت لازم أشوف سلطنة بروناي، وجلست هناك حوالي أسبوعين. وفعلا الناس عندهم هناك حب للغة العربية وشغفهم. فأنا لما رجعت من بروناي إلى أستراليا، بعض الإخوة استغربوا اللي يوديك إلى بروناي وكيف لقيت الشعب سلطنة بروناي وهكذا. فأنا قلت لهم، بعض الإخوة ممكن يذكروه، أنا قلت لهم أيام الصحابة بس. يا سلام. الصحابة يعني تدخل للجامع تصلي، أي إنسان على يمينك على يسارك يتخاصموا على أساس مين اللي يأخذك يعزمك على بيته إن أنت تتغدى معه. أول إن أنت إنسان وافد أو ضيف، فقد يكون وزير يتحدث العربية وكذا. نعم. نعم. يحاولوا يتحدثوا اللغة العربية الفصحى. فلذلك احنا مقصرين جدا جدا بداية من نفسي ان احنا ما نتعلم اللغة العربية هذه، وان احنا في بيوتنا ما يكون في مكتبة اللغة العربية للأسف الشديد. وأنا ألوم نفسي أولا وألوم البيت الأريتري. فلذلك إن شاء الله نعم المسألة يعني نعم لها أبعاد كثيرة ولها مسؤوليات جمة، مجموعة حاكمة وشعب أيضا ومقصر في هذه. نحن شوية حطينا الكرة في ملعب المجموعة الحاكمة، ولكن في حلقات سابقات مرات نحن الكرة نشيلها نخدها في ملعب الشعب وملعب الأحزاب وملعب المجموعة الحاكمة وهكذا. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، كانت سياحة لغوية من فيكتوريا إلى فيكتوريا كوليدج،
في مصر إلى ولاية فيكتوريا في أستراليا مع الأستاذ حسين عبد الواسع محمد. أنا أشكرك باسم كل المستمعين والمشاهدين لقناة سلام الإعلامية. في ختام هذا اللقاء أستاذ حسين، أختم لنا بما تود أن تختم به هذه الحلقة، مع الشكر الجزيل لك وللإخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أستاذ أحمد، أنا شاكر لاستضافتك لي، ومن خلالك أشكر الشبكة الإعلامية، شبكة الإعلام السلام، وشاكر ومقدر إن شاء الله. وإن شاء الله يكون في ما تكون اللقاء الوحيد، إن شاء الله يكون في لقاءات ثانية. لا إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله، أنت لبي الدعوة بس. بإذن الله. هكذا أيها الإخوة المشاهدون نصل إلى ختام هذه الحلقة. وفي الختام باسمكم جميعا أشكر الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذه الفرصة في قناة سلام الإعلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوما أن نلتقيكم على خير ومحبة، وأن يجزينا الله وإياكم خير الجزاء وفي ميزان حسناتكم جميعا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا وبالله التوفيق، نلتقيكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، مع تحيات محدثكم إعدادا وتقديما أحمد شريف، والزملاء في الطاقم الفني والإخراج والإشراف العام. هذه قناة سلام الإعلامية. شكرا لك أستاذنا حسين، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.